تمام، ازيكم عاملين ايه؟ كنا بدأنا مع بعض ريفيجن فيديوز على يونت 1 وقسمناها على 2 فيديو. هتلاقوهم موجودين على اليوتيوب، وانا برضو هسيب لكم في الديسكريبشن تحت التو لينكس بتوعهم. واتفقنا ان احنا بعد ما نخلص الريفيجن الشرح دي هنبدأ نحل بقى شوية. وهنحل ايه؟ هنحل مع بعض كتاب المدرسة والكتب الخارجية. هنبدأ مع بعض النهاردة ان احنا نحل أسئلة كتاب المدرسة اللي بيبقى سايبها لنا بعد كل يونت، بعد شرح كل يونت في آخر الكتاب. فتعالوا نبدأ فيها ونفكر فيها ونشوف شكل الأسئلة بيجي ازاي قبل ما ندخل على حل الامتحانات وحل الكتب الخارجية. أول حاجة، احنا عندنا يونت 1 متقسمه ل 3 lessons. اول واحد motion in one direction، تاني واحد graphic representation of motion in a straight line، تالت حاجه الفيزيكال quantities السكيلر والفيكتورز. وبعدها هنلاقي مكتوب هنا ايه؟ يونت 1 exercises. هي دي اللي احنا هنبدا نحلها ونشوف شكل الاسئله بيجي ازاي وهنفكر فيها ازاي. الاكسرسايز دي هتبقى شامله ال 3 lessons، فتعالوا نبص عليها كده ونشوف يا ترى الأسئلة بتيجي إزاي، ويا ترى بتبقى سهلة ولا صعبة، فيها أفكار ولا لأ. نفكر فيها إزاي وإحنا في الامتحان. طيب، أول حاجة lesson 3 exercises. لا، إحنا عايزين unit 1 exercises. هنلاقي بعد كل lesson في exercise ممكن تحلوه، واللي يقف معاه سؤال يقدر يبعته لي في أي وقت، في أي وقت في مسج، يكلمني على الموبايل، أنا معاكم في أي وقت. تعالوا بقى ندخل على يونت 1 اكسرسايز اللي هي بتبقى شامله ليسن 1 و2 و3 ونفكر فيها ونشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي فيها. طيب، اول سؤال تشوز speed measurement unit is meter per second، meter per second، meter per second square. طيب، عشان نجاوب على السؤال ده لازم نفتكر ايه هو اصلا القانون بتاع السبيد. وزي ما احنا خدناه قبل كده، تعالوا نغير اللون عشان اللون ده مش واضح. عندنا ال V equal d divided t. دي ديفايدد تي. فبالتالي الدي اليونت بتاعتها متر، ديفايدد تايم اللي هو اليونت بتاعتها سكند، فبالتالي سبيد ميجرمنت يونت از متر بير سكند. يبقى عشان نعرف الميجرنج يونت بدل ما نبقى حافظينها يستحسن نكتب القانون بتاع اللي هو بيسأل عليه، ومن خلال القانون بتاعها هنقدر نعرف على طول. طيب، نخش على اللي بعدها acceleration measurement unit is. طيب، يبقى نفس القصة هنكتب قانون الاكسلريشن. احنا عندنا الاكسلريشن ايكوال دلتا في ديفايدد دلتا تي. طيب يا مستر، احنا لسه قايلين ان احنا عندنا اليونت بتاعت السبيد متر بير سكند، فانت عندك هنا دي متر بير سكند ديفايدد سكند، فبالتالي acceleration measurement unit is meter per second square. meter per second square. طيب، تالت حاجة displacement is a vector quantity and its unit is. طيب، تعال نعمل ريفيجن سريعة كده. احنا عندنا حاجة اسمها vector quantity وعندنا حاجة اسمها scalar quantity. طيب يا سيدي، ايه الفرق ما بينهم؟ بما ان الاتنين physical بما ان الاتنين physical quantity، ليه مقسمينهم لسكيلر وفيكتور؟ اقول لك انا. احنا عندنا في جزء يهمنا فيه الفاليو بس، الماجنتيود بس، وحاجة تانية يهمنا فيها الماجنتيود او الفاليو بتاعتها والدايركشن. يعني القيمة دي او الفاليو دي رايحة في انهي اتجاه، رايحة للشمال، للنورث، للساوث، للايست، للويست، لازم ابقى عارف. فبالتالي احنا عندنا نوعين physical quantity. واحد اسمه فيكتور وهو ده اللي بيفرق معانا الماجنتيود والدايركشن، والتاني اسمه سكيلر كوانتيتي وده بيفرق معانا الفاليو او الماجنتيود اونلي، ما بيفرقش معانا حاجه تاني. من الانواع الفيكتور عندنا كذا اكزامبل. اولهم الديسبيسمنت، تاني حاجه الفيلوسيتي، تالت حاجه الفورس. دول اللي بيجوا بشكل كبير جدا في الاكزامبل للفيكتور كوانتيتي، عشان ممكن يجي لك كومبليت يقول لك ايه الاكزامبل للفيزيكال كوانتيتي زي الفيكتور وزي السكيلر، لازم تجيب له 2 اكزامبل هنا و2 اكزامبل هنا. طيب، ايه الديسبيسمنت دي؟ احنا عندنا حاجه اسمها ديسبيسمنت وحاجه تانية اسمها ديستانس.
هما الاتنين مسافة صح؟ الاتنين مسافة، الاتنين بيقيسوا طول حاجة، الاتنين بيقيسوا الطريق اللي أنا مشيته من أول ما خرجت من البيت لغاية ما رحت المدرسة صح؟ طب ليه إحنا مقسمينهم لديسبيسمنت وديستانس؟ أقول لك أنا يا سيدي، عندنا الديستانس هي الأكشوال لينس اللي إحنا مشيناه من أول ما خرجنا للبيت لغاية ما رحنا المدرسة، بس افرض أنت بقى مشيت إيه؟ يمين وشمال ودخلت في شارع ودخلت يمين ولفيت دائري وبتاع و100 حاجة، في حين إن أنت عندك طريق خط مستقيم ستريت لاين تقدر تروح بيه للمدرسه على طول، بس انت اللي بتتلكع. هو ده الفرق ما بين الفيكتور والسكيلر. لو انت بقى ماشي بتتلكع وماشي عمال تروح بقى يمين وشمال وتعدي على ده الاول وبعد كده تروح لده وبعد كده تروح لده وبعد كده تروحوا مع بعض كلكم المدرسه، ده اسمه ديستانس. لكن لو انت شاب ملتزم بتنزل من المدرسه في خط مستقيم لغايه ما توصل من البيت للمدرسه على طول، فده الديسبيسمنت. يبقى الاثنين مسافه، يبقى الاثنين الميجرنج يونت بتاعتهم ايه؟ متر. تمام، حلو قوي قوي. طيب the amount of change in velocity in 1 second، حلو قوي. يبقى ايه هو ال change in velocity؟ ايه هو الدلتا في divided دلتا تي؟ لسه واخدينها acceleration اهو، والقانون بتاعه احنا لسه كاتبينه ما اتمسحش. طيب the object moves at constant uniform speed، يعني احنا هنا السبيد واحدة ما بتتغيرش، يعني هنا الدلتا في بزيرو. وكنا شرحنا فيديو عن الدلتا في واتفقنا ان الدلتا في دي اللي هي في فاينل ماينس الفي انيشال، الفي اللي انا وصلت لها ماينس الفي اللي انا بدأت بيها. طيب بما ان هنا كونستانت يونيفورم سبيد، فبالتالي الفي انيشال هي الفي فاين، عشان السرعه بتاعتي ما بتتغيرش، انا دايس بنزين على سرعه معينه وما بغيرهاش، فبالتالي الدلتا في بزيرو، وهنا الدلتا في بزيرو يعني الاكسلريشن بزيرو، يبقى it moves at zero acceleration. تمام، حلو قوي. طيب it said that the object moves at uniform acceleration when يونيفورم اكسلريشن هي يونيفورم سبيد، بس انت عندك اليونيفورم سبيد ايه؟ هو بيتحرك equal values at equal period of time. صح؟ نفس الكلام هنا، السبيد بتزيد equal amount at equal time، يبقى الإجابة هتكون its speed increase by equal amount at equal times. هي قال لك يونيفورم، أول ما تسمع كلمة يونيفورم لو بيتكلم على يونيفورم اكسلريشن اللي هي القانون بتاعها دلتا في ديفايدد دلتا تي، فبالتالي الدلتا في دي بتتحرك باماونت ايكوال ات ايكوال تايمز. طيب لو هو بيتكلم على يونيفورم سبيد، فبالتالي الاوبجكت ده او الكار دي بتكفرز ايكوال ديستانسز ات ايكوال بيريود اوف تايم. تمام، حلو قوي. طيب نخش على اللي وراه. acceleration is هي فيكتور ولا سكيلر؟ دي كنا اخدناها قبل كده. آه بالظبط كده، فيكتور whose units are meter per second square، meter per second square. طيب نخش على اللي بعدها the amount of change in speed at a time unit determines a change in speed، change in speed التغير اللي حصل في السرعة في خلال وقت معين، acceleration sure acceleration. الراجل هنا اللي حاطط الاكسرسايز ده مهتم جدا بالاكسلريشن. طيب تعالوا نخش نمسح اللي احنا عاملينه ده ونكمل تحت عشان نبقى ايه الموضوع واضح شوية. بيقول لك ايه بقى؟ which of the following graphs speed time describe the movement of an object at a constant speed. شكرا. constant speed يعني الدلتا في عندنا equal zero عشان ما بتتغيرش، الفي فاينل هي الفي انيشال، مظبوط. طيب دي اول معلومه احنا نكتبها حتى لو احنا مش عارفين هو طالب ايه. اول ما نقرا كلمه كونستانت سبيد نقول له دلتا في بزيرو اند سو الاكسلريشن برضه هتبقى بكام؟ هتبقى بزيرو. طيب شكرا يا عم الحاج، ده بزيرو وده بزيرو. طيب هنا السبيد بيحصل لها بتنزل كده، بيحصل لها ديكسلريتنج لكن هنا السبيد كل ما يعدي الوقت السبيد بتزيد، بيحصل لها اكسلريتنج. لا يبقى ولا دي ولا دي، احنا السبيد بتاعتنا مالها ثابته،
وأهي واخدة فاليو معينة وثابتة ما بتتحركش ولا بتتغير، يبقى هي دي الإجابة بتاعتنا. طيب نمسح ونخش على اللي بعده. A car moving on a straight line covers a total distance d in a total time t. طالما جاب سيرة total distance و total time اوتوماتيك هيجيب سيرة الايه؟ الافرج سبيد. واحنا عارفين ان الافرج سبيد هي ايه؟ total distance divided total time، يبقى هي دي الاجابة. وزي ما انتم شايفين الافرج سبيد بيديها علامة مميزة وهي ايه؟ v وعليها بار من فوق او v وعليها داش من فوق، يبقى هي دي الإجابة الافرج سبيد. طيب نخش على اللي بعده. if an object at rest. حلو. أول بص نخلوا يا جماعة كده مخنا دايما شغال على طول، أول ما نقرأ نكتب الحاجات الجيفن اللي هو مديهاني دي وبعدين نعرف. if an object at rest. at rest يعني قاعد في مكانه، يعني ال v initial equal بزيرو. صح؟ صح جدا. طيب moves regularly until its speed reaches 10 متر per second. شكرا. يبقى ال v final يبقى هو اتحرك من الريست لغاية ما وصل لإيه؟ ل 10 متر per second. يبقى احنا كده جبنا ال v initial وال v final. حلو. after 2 second يعني احنا كده عندنا الدلتا t equal to 2 second. طيب of the start of movement. حلو. عايز ايه بقى؟ ده change in object speed after 2 second. طب ما هو ده اللي انت قايله. after 2 second حصلت change للسبيد قد ايه؟ كانت 0 بقت 10، فبالتالي اللي change 10 متر per second. طيب الاكسلريشن لا هنا بدأ يلعب بقى. احنا عندنا الاكسلريشن القانون بتاعها ورا ايه؟ لسه كاتبينه acceleration equal دلتا في divided دلتا تي. صح؟ صح. طيب الدلتا في اهي في فاينل ماينس في انيشال، يعني 10 ماينس 0 يعني الدلتا في ب 10 والدلتا تي ب 2، فبالتالي الاكسلريشن ايكوال دلتا في ديفايدد دلتا تي، يعني 10 ديفايدد 2 يعني ايكوال 5 متر بير سكند سكوير. تمام حلو قوي. تعالوا نخش على اللي بعده. يلا بينا يا شباب نكمل. شباب بريب 3 عايزكم تصحصحوا معايا عشان الجزء اللي جاي ده بيجي كتير قوي 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 في البروبلمز، فتعالوا نقراه واحده واحده ونشوف هنفكر فيه ازاي. اول حاجه a special car. اول حاجه a special car can move from rest and its speed reaches 25 meter per second in 10 seconds. What is the acceleration with which the car moved? طيب يبقى هو عايز الايه؟ عايز الاكسلريشن، عايز الايه. واحنا كنا لسه قايلين ان فوق ان الايه equal دلتا في divided دلتا تي. دلتا في divided ايه؟ divided دلتا تي. طيب يا مستر، وعرفت احنا ان دلتا في مالها equal في final او في 2 minus ال v initial. طيب ده وجه عام. تعالى بقى نقرا. قال لك ايه؟ a special car can move from rest. from rest يعني هو واقف في مكانه ما بيتحركش، يبقى ال v initial اللي بدأ عندها كام؟ بزيرو. يبقى احنا عندنا ال v initial بزيرو. حلو. and its speed reaches 25 لغاية ما وصل 25، يعني معنى كده إن ال V final ب 25. يبقى هنشيل كل حاجة ونحط مكانها هنا 25. أوكي، يبقى إحنا كده الدلتا V equal 25 minus 0 يبقى equal 25 متر per second. طيب حلو أوي. دلتا T in 10 second. حلو، يعني إحنا هنا لما نيجي نعوض في القانون بتاع الأكسلريشن أهو الدلتا في عندنا ب 25، الدلتا تي الوقت اللي حصل فيه التشينجز ده كان 10 سكند، فبالتالي 25 divided 10 يعني equal 2.5 a
اليونت يا شباب، اليونت ارجوكم، عشان شباب كتيره ما بتاخدش بالها منها وبينقصوا عليها نص درجه، وهي اصلا بتبقى معروفه وبتبقى واضحه وهم بيبقوا عارفينها. ارجوكم ركزوا فيها. طالما ادانا الجيفن ماجنتيود او فاليو او رقم جنبه يونت، لازم نديله الاجابه ماجنتيود او رقم او فاليو جنبها يونت. فبالتالي الاكسلريشن ايكوال دلتا في ديفايدد دلتا تي ايكوال 2.5 متر بير سكند سكوير. تمام، حلو قوي. نخش على اللي بعده. within 2.5 second the speed of car increase from 20 to 25. ده بالنسبة للكار. while a bike move from rest and its speed reaches 5 meters per second in 1 second, which of them moved at a greater acceleration. طيب تعالوا نغير اللون ونقرأ السؤال تاني عشان نفرق ما بين المسألتين. طيب within 2.5 the speed of car increases from 20 to 25. حلو، يعني معنى كده ان ال V initial عندنا ب 20 وال V final عندنا ب 25، ومن خلال القانون اللي احنا لسه واخدينه ان الدلتا V final minus V initial، يعني هنا 25 minus 20، يعني كده عندنا الدلتا V في المسألة دي بتاعة الكار equal كام؟ equal 5 متر بير سكند سكوير. غلط، عايزكم كده تصحصحوا معايا. الدلتا في متر بير سكند بس، الاكسلريشن هي المتر بير سكند سكوير. انا بحاول الخبطكم في الفيديو عشان الشباب تاخد بالها وتلاحظ تقول ايه ده المستر غلط. لا، ده كده المستر قال صح. يبقى الدلتا في عندنا ب 5 متر بير سكند. تمام. والتايم الدلتا تي هو قايل لنا ب 2.5، ده جزء كان جيفن. يبقى احنا عندنا الدلتا في والدلتا تي 5 و 2.5، فبالتالي هقدر اجيب الاكسلريشن دلتا في ديفايدد دلتا تي. يعني الاكسلريشن الاولى بتاعه العربيه، ايكوال كام؟ 5 ديفايدد 2.5، يعني ايكوال 2 متر بير سكند. يبقى الايه بتاعه العربيه، الاكسلريشن بتاعه العربيه 2 متر بير سكند سكوير. انا بكتب هنا 2 عشان مش عارف اكتب بالماوس متر بير سكند سكوير، بس لازم يا شباب نكتب له الاكسلريشن ايكوال 2. وانا هحاول اكتبها لكم عشان مع انها صعبه عليا، بس مش مشكله، انت بالورقه والقلم هيبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. متر بير سكند سكوير. يبقى ده بالنسبه للكار. طيب بالنسبه للبايك، while a bike moves from rest، يبقى ال V initial بزيرو. تمام. and its speed reaches 5 meter per second. حلو، يبقى احنا كده جبنا ال V final. يبقى احنا كده قدرنا نجيب الدلتا V 5 minus 0، يعني هنا كمان الدلتا V زي العربية، الدلتا V equal 5. حلو قوي. in 1 second، هنا بقى التايم اللي اختلف. الدلتا T هنا بكام؟ ب 1 second. فبالتالي الاكسلريشن هتبقى دلتا في ديفايدد دلتا تي، يعني هتبقى 5 ديفايدد 1، يعني هتبقى ايكوال الايه، تبقى ايكوال كام؟ 5 متر بير سكند سكوير. وبالتالي الاكسلريشن بتاعه البايك is greater than الاكسلريشن بتاعه الكار. تمام كده، حلو قوي قوي. طيب نخش على اللي بعده. complete. عندنا الفرق ما بين او التيبل بيبقى ما بين ايه؟ السبيد والديستانس والتايم. وكده كده احنا عارفين ان ال V equal دي equal ال V equal دي divided T. طيب هنا عايز السبيد ومديني الديستانس والتايم. الديستانس هنا ب 100، التايم ب 5، فبالتالي السبيد هنا هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 20. برافو يا شباب. طيب تاني واحدة، هو مديني السبيد، مديني الفي، وعايز الديستانس، مديني التايم. ساعتها احنا اتفقنا ايه؟ اللي احنا عايزينه هنخبيه.
احنا عايزين هنا ايه؟ عايزين الديستانس، فهنحط الماوس كده على الديستانس كأننا ايه مش شايفينها. يبقى الديستانس هتبقى ايكوال ايه؟ في باي تي، في باي تي، وبالتالي الفي ب 5 والتي ب 10، فبالتالي الديستانس ايكوال 50. وبرضه ممكن نجربها ازاي عشان نتأكد من اجابتنا؟ احنا عندنا الديستانس اهي وعندنا التايم، نقدر نجيب الفي ولا لا؟ طبعا، ان احنا نعمل دي ديفايدد تي. طيب الدي عندنا هنا ب 50 والتي عندنا ب 10، يبقى 50 ديفايدد 10 ايكوال 5 متر بير سكند. يبقى احنا كده ماشيين صح. طيب نخش على اللي بعده. مدينا السبيد ومدينا الديستانس، معانا السبيد ومعانا الديستانس، ما هو محتاج التايم. حلو قوي، اللي احنا عايزينه نحط ايدينا عليه او نحط الماوس عليه. فاحنا عايزين هنا التي، فبالتالي التي هتبقى ايكوال ايه؟ التي هتبقى ايكوال دي ديفايدد الفي، دي ديفايدد الفي. ونيجي نشوف الدي ديفايدد الفي هتبقى ايكوال كام. تعالوا نحسب 96 ديفايدد 8. تعالوا نشوفها يا شباب. 96 ديفايدد 8 هتبقى ايكوال 12، ايكوال 12 سكند، ايكوال 12 سكند. طيب احنا مش متاكدين يا مستر وعايزين نتاكد من الاجابه بتاعتنا. نفس الكلام، نسيب السبيد زي ما هي ونعمل كده 96 divided 12، هنشوفها ايكوال كام؟ هنلاقيها ايكوال 8. يبقى احنا كده ماشيين صح واحنا كده حالين صح، وكده يبقى فول مارك وبيرفكت. تعالوا نشوف في اسئله تانية. ننزل كده تحت. لا، كده هندخل على يونت 2 وكده نبقى حلينا اول اكسرسايز على يونت 1 اللي مجمع الثري ليسنز مع بعض. يا رب يكون الجزء سهل، يا رب يكون الشرح بسيط. اللي محتاج اي حاجه، محتاج ان انا اعيدها له تاني، يبعت لي في كومنت، يبعت لي في مسج، يكلمني على موبايلي، انا تحت امركم في اي وقت. وهنعمل نفس القصه في يونت 2، هنبدا نذاكرها واحده واحده ونفصصها حته حته كده، ونحل في الاخر الاكسرسايز بتاعتها. بس قبل ما نعمل كده هنعمل فيديو جاي هنحل فيه على الأقل امتحانين ثلاثة: القاهرة، جيزة، اسكندرية، بحيرة. اللي محتاج حتى محافظة معينة شايف إن الأسئلة بتاعتها مش سهلة شوية، ممكن يبعت لي ونعملها في فيديو. بس على الأقل المرة الجاية هنبدأ نحل أسئلة يونت 1 على امتحانات اللي بتتكرر معانا باستمرار، زي القاهرة، زي اسكندرية، زي الجيزة. نبدأ حتى بالثلاثة دول مبدئيا السيشن اللي جاي، أو نبدأ بالفيديو اللي جاي بأول ثلاث امتحانات دول، ونشوف الأسئلة بتاعت يونت 1 يا ترى بتيجي زي كتاب المدرسة اللي احنا لسه حالينه دلوقتي، ولا فيها اختلافات وفيها أفكار. هنعرف مع بعض الفيديو اللي جاي. خليكم معايا باستمرار، واللي محتاج أي حاجة ما يترددش، أنا معاكم وأنا تحت أمركم في أي وقت. كنتم مع شادي الإكسلانس. ميرسي يا شباب.